جاي لي شغل ريموت بره مصر، مش عارف اتصرف ازاي ولا اعمل ايه ولا اطلب كام. ده من احلى واجمل الاسئله اللي اتمنى ان شاء الله ان كل الناس تتحط في الموقف ده، بمعنى ان يجي لك شغل ريموت بره مصر ان شاء الله. وعقبال انا كمان لما اقدر الاقي فرصه كويسه ريموت بره مصر. تمام. ده من اكتر الاسئله اللي بتتكرر دايما على جروبات الكارير، على الفيسبوك، على لينكد ان، على ريدت. واللي كمان من وقت للتاني في ناس اوقات بتسالني بشكل شخصي اقدر اعمل ايه. تمام. قبل ما نعرف ونفهم بالظبط تطلب كام كرقم كمرتب، يعني محتاجين نعرف او نعمل employment overview، نعرف الشركه اللي بره مصر هتقدر تعمل لك هايرنج ازاي، واختلاف الانواع والطرق دي، وهل لو ده ممكن يفرق بالنسبه للمرتب ولا لا، وحاجات تانية محتاج ان انت تفكر فيها وتبص عليها. تمام. هشارك معاك برضو ريسورس تقدر تلاقي من خلاله ارقام فعليه وحقيقيه من الواقع لمصريين شغالين مع شركات بره. هشارك معاك بعض الارقام لبعض الوظائف بناء على ريسيرش وتجارب شخصيه عملتها، سواء بانترفيوز مع بعض الشركات او حتى فرصه الشغل اللي اشتغلتها اوريدي قبل كده مع شركه بره مصر. تمام. تقدر تسمع الحلقة كاملة على سبوتيفاي، تقدر تتفرج عليها كاملة على يوتيوب. وهسيب لك 2 لينك في الديسكريبشن. لينك فيهم هياخدك على نوشن، تقدر تلاقي تفاصيل او المحتوى بتاع الحلقة دي واي ريسورسز واي ابديتس هتلاقيها موجودة. وهتلاقي كمان لينك الفورم دي تقدر ان انت تضيف فيها لو عندك اي كومنت، اي سؤال، اي حاجة تانية عندك مشكلة فيها ومحتاج ان احنا نتكلم عليها بشكل اكبر، تقدر ان انت تضيفها في الفورم دي. تمام. فبسم الله نبدأ، يلا بينا نتكلم بشكل اكبر. زي ما اتفقنا، يلا بقى ايه نبدأ في الكلام الجد ونتكلم في تفاصيل كل حاجة. أول حاجة employment overview، ونعرف بالظبط الشركة اللي هي بره مصر دي أيا كانت، في الخليج بقى، في السعودية، في الإمارات، كانت موجودة في أوروبا، في أمريكا، في أيا كانت. تقدر إزاي تعمل لك هايرنج كواحد جوه مصر. تمام. وإيه نوع كل توظيف والفرق ما بينهم، وده ممكن يفرق إزاي بالنسبة للمرتب بتاعك. عندنا 3 حاجات. تمام. عندي فول تايم، عندي امبلوي اوف ريكورد، وعندي كونتراكت. تمام. فول تايم بالبلدي كده يعني انت من الشركه بجد، انت دايركتلي هايرد تو ورك، تشتغل للشركه دي. تمام. بتمضي عقدك مع الشركه، كل دنيتك على ومع الشركه في حد ذاتها. وده معناه ان الشركه ليها وجود قانوني داخل مصر، فتقدر ان انت تمضي معاها بشكل مباشر. تقدر الشركه ان هي تعمل لك تامين اجتماعي وتامين صحي واي بنفيتس ثانيه تقدر تاخدها بكل سهوله، يعني ده بيبقى اساسي اصلا في الباكج بتاعتك بجانب المرتب. تمام. ده كفول تايم، بيبقى ليك مرتب، ليك تأمين اجتماعي، تأمين صحي. طالما الشركة أجنبية أو الشركة بره مصر يعني، فالناس دي بتقدم حاجات حلوة جدا وبتبقى حاجات بجد، مش مجرد مثلا كلام أو هكذا. زي إيه؟ أول حاجة learning and development. تمام. علشان سواء بقى ان انت تاخد كورسز ليها علاقه بالوظيفه بتاعتك، حاجات ليها علاقه بالبيرسونال جروث او البيرسونال ديفلوبمنت، كارير ديفلوبمنت، والحاجات دي كلها. في شركات بتحكمها ان انت تاخد كورسز وزن سبيسيفيك دومينز، يعني لها علاقه بشغلك، او ان هي اي حاجه تقدر ان هي تساعدك ان انت تتطور وتبقى افضل يعني. الشركه بتعمل ده ازاي؟ الشركه اما ان هي بتدي لك كريدت تقدر تستخدمه على الويب سايتس او الليرنينج ويب سايتس، ان انت تقدر تدخل تشتري الكورسز دي او الماتيريال اللي هي هتساعدك ان انت تتعلم حاجات معينه. او ان الشركه بتعمل لك بادجت، بتنزل لك فلوس كل شهر، كل كوارتر، كل سنه، الفلوس دي ان انت تقدر تصرفها على الكورسز والحاجات دي. تمام. في شركات بتحكم على كورسز معينه وزن يور سكوب او الدومين بتاع شغلك، او اي حاجه زي ما قلنا ليها علاقه بالبيرسونال ديفلوبمنت او الكارير ديفلوبمنت الخاص بيك. تمام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ايه؟ الحاجه الثانيه حلوه قوي، هي حاجه لها علاقه بالويل بينج، واللي ممكن تبقى ويل بينج ومنتل هيلث، او ويل بينج لوحدها والمنتل هيلث لوحدها. وبنفس الطريقه برضو ان الشركه بتعمل لك سبسكريبشن على خدمات اونلاين بتقدم حاجات لها علاقه بالويل بينج او المنتل هيلث، او ان الشركه بتدي لك بادجت تقدر تستخدمها في حاجه زي دي. وافتكر في مره كان في شركه حلوه قوي، مش فاكر اسمها ومش متاكد منها للاسف اذا كانت هوت جار ولا لا، عشان في مثال تاني هذكره اعتقد برضو شاكك في الشركه دي يعني. كانت بتقول ايه؟ ان البادجت بتاعت الويل بينج تقدر تستخدمها في اي حاجه هتخليك احسن وافضل ومبسوط، حتى لو مجرد ان انت هتعمل شوبينج بالفلوس دي يعني. بس دي طبعا مش حاجه مضمونه، او كل الشركات هتقول لك كده. بس الاهم والاساسي ان بيبقى فيه ضمن الباكج بتاعتك بجانب المرتب والتامين الاجتماعي والتامين الصحي او الطبي، ان بيبقى فيه حاجه زي كده. تمام. في شركات الويل بينج بتبقى لوحدها والمنتل هيلث لوحدها، وفي شركات هي بتبقى بادجت واحده بهدف مرتبط بالاثنين يعني بشكل ما او باخر. تمام. الحاجه الثالثه الهوم اوفيس سيت اب، ان الشركه بتدي لك لابتوب والهيدسيت وحاجات تانية ليها علاقه وانت هتحتاجها في شغلك، او يعني ممكن دي بس، يا اما بالاضافه الى بادجت ان انت تقدر ان انت تشتري بيها مكتب، تشتري بيها كرسي، اي حاجه انت محتاجها هتساعدك في شغلك من البيت وهكذا يعني.
ومثال تاني مش متاكد من الشركه اذا كانت هوت جار ولا لا، بس الشركه كانت بتقول لك ان البادجت دي تقدر تستخدمها حتى لو انت محتاج تشتري تكييف في اوضتك يعني. تمام. كل دي حاجات حلوه ممكن نقراها، ممكن نشوفها في بعض الشركات، لكن خلينا نركز على الاساسيات بس والمبدا نفسه يعني. تمام. فدي الحاجات اللي انت هتقدر تاخدها كفول تايم امبلوي داخل الشركه، وزي ما قلنا ان انت بتتوظف بشكل مباشر مع الشركه. تمام. تاني حاجه هي امبلوي اف ريكورد، ودي حاجه قريبه شويه للفول تايم، لكن الاختلاف ان انت ك اي او ار ان انت بتكون هايرد مش دايركتلي مع الشركه. لو الشركه مثلا في امريكا فهي بيكون ليها شريك في مصر او ثيرد بارتي او وسيط، اللي انت بتمضي مع الوسيط ده وهو اللي بيبقى مسؤول عن كل حاجه. في الفول تايم نسيت اقول ان هي طبعا الشركه بتدفع لك ضرائبك والحاجات دي. في الاي او ار بتبقى زي الفول تايم بالظبط، وحتى في الضرايب وكل البنفيتس، بس الفرق ان انت بتمضي مع وسيط او سيرد بارتي، لكن انت بتشتغل مع الشركه لكن على اسم السيرد بارتي ده. وده ليه؟ لان الشركه ما لهاش ليجل انتيتي موجوده مثلا في مصر. دي حاجه مهمه عشان تقدر تشتغل دايركت مع الشركه، وان الشركه تقدر تقدم لك كل البنفيتس وان انت تشتغل معاها فول تايم. تمام. اخر حاجه كونتراكتور. كونتراكتور بكل بساطه ان انت فريلانسر. فريلانسر بس بتمضي عقد محدد بحاجه معينه. الحاجه دي ممكن تبقى بروجكت، ان انت تشتغل على البروجكت ده او تخلص البروجكت ده، مطلوب منك كي بي ايز معينه، مطلوب منك عدد ساعات عمل معينه، وكل اللي بتاخده ككونتراكتور هي مجرد الفلوس اللي بتاخدها بنهايه الشهر، بنهايه البروجكت، بنهايه الكي بي ايز، بنهايه عدد ساعات العمل، وانت بتبقى مسؤول عن ضرائبك الخاصه. مفيش اي باكج او اي بنفيتس. لكن في شركات بتحب تعمل ده عشان هي بتهتم بالموظفين بتوعها. هي الفكره ان هي مش قادره ان هي تعمل لك هايرنج كاي او ار او كفول تايم، او ان لو في وسيط بيساعدها في ده مش قادر يساعدها ان هم يعملوا لك هايرنج كاي او ار، وهي مالهاش ليجل انتيتي في البلد عندك. لكن دي مش حاجه مش منتشره قوي، هي بتعتمد على الشركه وثقافه الشركه واهتمام الشركه بالموظفين بتوعها. تمام. آه، ايه كمان، خليك عارف ان في اخر كام سنه مصر بقت عامله حاجه زي نقابه او ضرائب للناس اللي بتكسب من على النت او الناس اللي بتكسب من على النت. عشان نبقى فاهمين، الناس الانفلونسرز، الناس اللي هم بيعملوا فيديوز على اليوتيوب وبيدخلوا فلوس، او الموظفين المهنيين اللي هم داخل مصر ويشتغلوا مع شركات بره مصر. تمام. دي حاجه انت محتاج تعرفها، ان انت ككونتراكتور هتبقى مسؤول عن حاجه زي دي. انت بقى التزمت وسجلت وتدفع ضرائبك او لا، دي حاجه ترجع لك. شخصيا كنت اشتغلت فتره شهرين فقط، لكن كان ما سجلتش في الضرايب، لكن كان سببت في ان حساب البنك بتاعي يتقفل. وما اعرفش لو كنت كملت هل كنت هقدر اكمل عادي، ولا كنت هضطر ان انا اسجل. لو سجلت ممكن تفرق معايا في حاجه ما بشكل ما ولا لا. فدي حاجه ترجع لك يعني، وان انت تفكر فيها وتسال عنها وتتاكد وتشوف وضعك والانسب ليك هيكون ايه. تمام. كده احنا عرفنا كفول تايم، كاي او ار، ككونتراكتور، دي انواع التوظيف لو شركه خارج مصر تقدر تعمل لك هايرنج من خلال الحاجات دي. وكنت بشوف برضو ناس بتسال ان هو مثلا قدامه شركه او قدامه فرصه شغل بس مش عارف يضمن حقوقه ازاي، هيتعاقد مع الشركه ازاي. فدي حاجات محتاج ان انت تفكر فيها، تسال الشركه عنها، تدور على فيندور او بروفايدر بيقدم بعض الخدمات دي، وتقترح على الشركه والله ان انتم ممكن تعملوا هايرنج كاي او ار او كونتراكتور، وتشوفوا شركات او انت تقول لهم على شركات اوريدي. تمام. فاحنا كده داون ازاي هي من الامر حقك ان انت ما تشتغلش مع حد تاني. تمام. لكن لو انت عندك يور اون بزنس، انت بتعمل حاجات على الشركه عليك، ممكن مش هقول عليه على وقت الشغل ولا على عدد ساعات العمل والحاجات دي. حاجه تانيه ولا لا. لكن برضه طبعا ايثيكال يعني اخلاقيا ومهنيا لازم تتاكد ان انت قادر تقدم كواليتي الشغل وتلتزم بمواعيد وساعات العمل. تمام. ده كامبلويمنت اوفر فيو. بالنسبه للسالري احنا اتكلمنا طبعا على البينيفيتس واختلفنا ما بين نوع توظيف والتاني. لكن كالسالري كمرتب وكرقم، فلو انت بتشتغل الكارير بتاعك ضمن التك كارير كسوفت وير انجينير وما يتبعها وما يخصها، فانا ما عنديش ارقام محدده او موثوق منها، لكن هقول لك على مصدر موثوق جدا عاملين المصريين. سالم باشمهندس عبد الرحمن عدوي وباشمهندس احمد، بس للاسف مش فاكر احمد يوتيوب، عاملين حاجه اسمها اي جي تك دوت اف واي. لينك برضه في الديسكربشن. دي تقرير شغالين مع بره، هتلاقي تقدر بياخد $1000، واحد بياخد $3000، ده بتختلف الحاجات كتير قوي.
حجم الخبره مش بس السنين، لان انت ممكن يبقى بقالك 5 سنين خبره وبس هو عنده خبره اكبر منك اللي بيشتغل حاجات كتير مختلفه. حجم الشركه، لان شركه ممكن توفر رينج معين، شركه ثانيه رينج اكبر، رينج اقل، وهكذا. فتقدر تدخل على egtech.fyi وتقدر ان انت تسيرش وتستخدم الفلتر عشان تقدر توصل لارقام حقيقيه تساعدك ان انت تعرف الواقع والسوق بيحصل فيه ايه، وايه الارقام اللي انت محتاج تفكر فيها كحد ادنى وكحد اعلى وهكذا. يعني لو شركه في امريكا مش هتدفع لك مرتب هنا في مصر نفس مرتب امريكا او نفس مرتب السعوديه، لكن في شركات معينه وشركات قليله هي نفس الرينج بتدفعه لاي حد في اي مكان، لكن مش كل الشركات دي. خلينا متفقين وصريحين ان الشركه بتعمل هايرنج اني وير او من دول خارج الدوله بتاعتها عشان تعمل فرايتي وتدايفرس التالنتس بتاعتها والباك جراوندز بتاعت الناس، ودي حاجه طبعا مهمه جدا للشركات وبينفعها وبيفيدها، لكن سيم تايم برضه عشان يبقى في توفير للتكلفه وهكذا. لكن انت بالنسبه لك لو حد مثلا في امريكا متوسط مرتبات مثلا شغلانتي كبزنس ديفلوبمنت من 3000 ل 5000 ل 5000 دولار اللي في مصر 1000 دولار مثلا. خلينا برضو ناخد دي في الحسبان. لو انت بقى بتشتغل ويزن جو تو ماركت تيمز، والجو تو ماركت تيمز هي الناس اللي بتشتغل بزنس ديفلوبمنت، كاستمر اكسبيرينس، كاستمر سيجمنت، اكونت اكزيكتيف، فدي هقول لك بناء على ريسيرش وتجربه شخصيه. بالنسبه للريسيرش فانا دايما بتكلم بريتش اوت لشركات وناس بتشتغل في الشركات دي. الناس دي ممكن يكونوا مصريين، ممكن يكونوا عرب، ممكن يكونوا اجانب في المطلق. بتكلم معاهم وبحاول اعرف عن ثقافه الشركه والتفاصيل الخاصه بالهايرنج، لو هم بيهايروا ريموت بره الدوله او بيعملوا هايرنج اني وير. وبعض التجارب من وظيفه شغل واحده اللي قدرت ربنا كرمني بيها، يعني من سنه ونص اشتغلت مع شركه في امريكا لمده شهرين، وبعض الانترفيوهات اللي انا دخلتها مع بعض الشركات الاجنبيه، وعرفت من خلال الريسيرش او كلامي في الانترفيوز او مع الناس في الشركه عن المرتبات. فلو انت جونيور بيشتغل بزنس ديفلوبمنت، كاستمر اكسبيرينس، كاستمر سكسس، وكجونيور، فاقدر اقول لك بدايات المرتب كحد جونيور هي من 600 ل 800. ممكن تبقى 600 ل 800 يورو، ممكن تبقى 600 ل 800 دولار. الشركه اللي انا اشتغلت فيها كان المرتب ككونتراكتور 800 دولار، وعندك كي بي ايز 20 ميتنج في الشهر بتاخد مقابل ليهم 400 دولار تانيين. وطبعا لو انت جبت النص فبتاخد نسبه معينه برضه وهكذا. بس ده كان من سنه ونص. الرقم زاد الرقم قل دي حاجه مش متاكد منها، لكن من 3 4 شهور عملت انترفيوهات مع شركه في المانيا وليها وجود هنا في مصر، كنت هبقى فول تايم مع الشركه دي، وكان المرتب 600 ل 800 يورو. في طبعا بقى البنفيتس من ليرنينج وديفلوبمنت، من تامين اجتماعي، تامين طبي، وبتاخد حتى 30 دولار شهريا كجيم سبسكريبشن وهكذا يعني. تمام. من قريب كنت بعمل ريسيرش على شركه وقدمت في الشركه دي وعملت معاهم انترفيوز، بس لسه يعني ماليش نصيب. لكن هم كانوا حاطين رينج للسالري، واصلا كانوا هم مستهدفين حد يكون في المينا ريجين او حد بيتكلم عربي، وكان المرتب الحد الادنى كان ما يعادل حوالي 1500 او 1600 دولار في الشهر، وهتشتغل معاهم فول تايم، يعني عندك البينفيتس، ففي رينج كبير شويه. فخلينا ننسى ال 600، خلينا نتكلم بدايه من 800، ما تنزلش على الرقم ده، ما تقلش عن الرقم ده. الناس موفره تكاليف كبيره جدا من ورا ان هم يعملوا لك هايرنج، وخلينا برضو معترفين ان دي لايف تشينجينج اوبورتونيتي بالنسبه لك. لكن لا تبخس حقك في نفس الوقت، خليك ريزونبل وفكر بشكل منطقي وعقلاني ان انت برضو ما تضيعش الفرصه دي من قدامك. خلينا نقول مثلا ان انت طلبت من الشركه 800 دولار او 1000 دولار، وهي قالت لك والله احنا هندفع 600 بس. لو انت بتشتغل في فرصه اقل من كده بكتير، لو انت بتشتغل في بيئه عمل سيئه ومش بتتعلم وما بتاخدش خبره، فقيم الموضوع من اكتر من ناحيه مش بس فلوس. ولو الموضوع هيفرق معاك فلوس فانت ممكن تتحرك على الفرصه دي، منها ان انت حطيت رجلك في شركه عالميه او شركه اجنبيه واشتغلت ريموت من البيت مع ناس من جنسيات مختلفه واخدت الاكسبيرينس دي. لما تجي لك فرصه ثانيه ما تبقاش جديد على الموضوع، وتبقى اوريدي انت اشتغلت قبل كده وجربت وفهمت وعرفت حاجات كتيره وهكذا، فهي حاجه هتفرق لك. لكن هرجع تاني واقول لا تبخس حقك، وخليك عقلاني ومنطقي برضه في الارقام اللي انت هتتكلم فيها او هتطلبها. اعرف ان انت هنا في مصر الدنيا صعبه، عشان تبني مستقبل وتعيش الموضوع صعب قوي، مش بن اوفر بس هو الموضوع حقيقي صعب. ولما تجي لك فرصه زي دي هتدفع مبالغ كبيره جدا عشان تسافر بره مصر. الغربه صعبه وليها ثمن كبير. برضو ان انت تسافر ممكن تلاقي مثلا الفرص في الاول مش احسن حاجه، هتاخد وقت كبير، ثمن الغربه تقيل زي ما قلنا. فلما تجي لك فرصه زي دي فانت تستغلها صح. لو الفرصه هتضيع منك شوف ان انت حاول تحافظ عليها ازاي. ازاي تحافظ عليها وازاي ما تتحطش في الموقف ده، ده هنتكلم فيه في البوينت الجايه. النقطة التانية فخلينا نراجع تاني. لو انت حد بيشتغل ويزن جو تو ماركت تيمز فأقل من 800 لا، والموضوع بيوصل ل 1000 و 1000 ونص كمان، سواء كونتراكتور او حتى اي او ار او فول تايم مع الشركة دي بجانب البنفيتس الباقية.
فانت ممكن تشتغل كونتراكتور ولا تلاقي الموضوع فقط 1000 فقط في الشهر، وانت مسؤول عن ضرائبك هتدفعها او لا، مالكش اي بنفيتس لو انت هتشتغل كونتراكتور، وده بنسبه كبيره يعني. ممكن تشتغل فول تايم او اي ار مع الشركه، هتدفع لك 800، هتدفع لك 1000 او اكتر من كده بكتير كمان. فالموضوع بيختلف، والموضوع بيعتمد على حاجات كتيره جدا، لكن خليك عارف ما تنزلش عن 800 ما تنزلش عن 1000. وفي حاجات تانية تقدر تقيم عليها، مش بس المرتب او احتياجك وظروفك ووضعك يعني. تمام. النقطة التانية your value your worth، عشان تساعد نفسك. وحاجة كانت بتساعدني إن أنا بدخل بريسيرش الشركة، ودي حاجة هنقولها كتير وهنكررها في حاجات كتير جدا. بدخل أعمل ريسيرش على الشركة، أفهم وضع الشركة، حجمها، أدخل أتكلم مع ناس على الشركة في الشركة دي، نتورك مع الناس دي، وادخل اشوف ويب سايتس زي جلاس دور وويب سايتس تانية عليها احصائيات وعليها ارقام فعليه. بس طبعا ما تاخدش بالارقام دي لو هي مثلا بالنسبه لي يو اس وهكذا، بس هتديك نظره فعليه. يعني خلينا نقول ان هو في يو اس بياخد 50000 في السنه، فاحنا لو اتكلمنا في 25000 في السنه بالنسبه لينا دي حاجه حلوه جدا. ده مثلا لو مش عارف توصل لارقام ومحتاج ان انت تبدا يعني تكشف المجهول خطوه بخطوه او حاجه حاجه يعني. فريسيرش الشركه، حضر نفسك كويس جدا واتكلم مع ناس جوه الشركه. تاني بوينت، عشان تبان ان انت مش عظمه طريه او عظمه ناشفه بالبلدي يعني، انترفيوز يو، بمعنى ان انت تعمل انترفيو للشركه نفسها ازاي. ودي حاجه مهمه جدا والناس بتاخد نوت عليها، ان انت لا، انت حد مهتم، حد فاهم، حد بيفكر، حد فعلا مهتم بالوظيفه وعنده اسئله واخد وقت ومجهود ان هو يدور ويفهم اكتر يعني. وان انت مش بس مجرد قدمت وداخل الانترفيو خلاص. هي ايه؟ ان انت بناء على الريسيرش بتاعك هتلاقي في حاجات محتاج تفاليديت اسامبشنز وتعمل ديسكفري اراوند شويه حاجات كده، ان انت في بوينتس محتاج تعرفها، محتاج تفهمها. قسم الاسئله بتاعتك لجزئين، جزء خاص بالتالنت اكوزيشن او الاتش ار، والجزء الثاني خاص بالتكنيكال انترفيو، سواء انت سوفت وير انجينير فهيبقى في الحته بتاعتك مع المدير بتاعك في الحته دي وهيبقى ريليتد بالحته دي. لو انت حد بيشتغل ويزنج جو تو ماركت تيمز، فالتكنيكال انترفيو اللي هو بيبقى مع الشخص بتاع البيزنس ديفلوبمنت او السيلز او الكاستمر سكسس وهكذا. حضر اسئله، وكل انترفيو حسب السياق بتاعه بتكون الاسئله بتاعتك. الحاجات دي بتساعدك برضو تقدر تقيم الدنيا اكتر في حاجات انت ما تقدرش توصل لها من خلال الريسيرش او ما فهمتهاش، او حاجات ما وصلتش لمعلومه مؤكده او كافيه عنها. فالانترفيو هيساعدك علشان تقدر ان انت برضو يساعدك في حته المرتب وتفهم اكتر هم مثلا هيعملوا لك هايرنج ازاي لو انت ما قدرتش تعرف لو في بنفيتس بتتقدم ولا لا، او ايه البنفيتس اللي بتتقدم، عشان تقدر تعمل حسابك في الرقم اللي انت بتفكر فيه او عملت ريسيرش او بتكرره او عايز تحسبه. بجانب ان دي حاجه بتساعدك ان انت تستاند اوت وتخليك عضمه ناشفه زي ما قلنا يعني. اخر حاجه في التوبيك بتاعنا ذا ماجيك، او انا كتبتها ذا ماجيك او السحر. حاجه مهمه جدا اعملها دايما في حياتك، اعملها دايما وانت الناس بتعملها وهي حزينه وهي عندها مشكله وهي محتاجه مساعده من ربنا، واقفه قدام حاجه، محتاجين فرصه شغل وزن انترفيوز ومحتاجين ان هم يتقابلوا بيدعوا ربنا. في سحر كبير جدا في الصدقه، الصدقه فعلا بتقرب البعيد وبتعمل معجزات. اعمل صدقه بفلوسك، اعمل صدقه بوقتك ومجهودك والعلم والمعرفه اللي عندك، شاركها مع الناس بنيه صدقه ان هي دي صدقه لربنا علشان الشيء الفلاني. وعن تجربه شخصيه وتجارب ناس كتيره جدا وكلنا عارفين الحاجه دي، الصدقه فعلا بتفرق جدا. فكيب ذس ان مايند، يعني ان انت تعمل حاجه زي دي دايما في حياتك كل ما تقف معاك حاجه، وان شاء الله لما تبقى جايه لك فرصه شغل ريموت. تمام. ده كان كلامنا عن الموضوع. مع الوقت هيبقى فيه يعني مثلا يور فاليو يور ويرث، دي حاجه انا شغال عليها بقالي فتره، بس مستني اظبطها بشكل افضل، نتكلم عليها بشكل مفصل وبشكل كبير، ويبقى فيها ستيبس وريسورسز يعني تقدر ترجع لها. فده كان كلامنا عن توبيك النهارده. جالي شغل بيموت بره مصر، هتصرف ازاي، اعمل ايه، واطلب كام. تمام. واتس نيكست بقى، هتلاقي لينك للصفحه دي بتاعت نوشن موجوده في الديسكربشن، تقدر ترجع لها سيبها عندك. لان مع الوقت في كل مره هتعلم حاجه جديده، حد هيفيدني بحاجه جديده، هيكون فيها ابديتس وحاجات كتيره جدا هتضاف، سواء ريسورسز، فيديوز، حتى اي ريسورس يقدر ان هو يساعدك يعني. تمام. في كول تو اكشن، انا طالب منك ايه؟ طالب منك ان انت هتلاقي لينك برضو للفورم دي، ولو دخلت على نوشن تقدر تدخل على الفورم من هنا وتلاقي الفورم هنا اصلا اوريدي. محتاج لو انت عندك اي سؤال في اي حاجه، مشكله واقفه معاك في حاجه احنا ما ذكرناهاش، حاجه محتاج ان احنا نتكلم عليها اكتر، حاجه محتاج فيها مساعده مرتبطه بموضوع النهارده، تقدر ان انت تحط الاسئله او الكومنتس بتاعتك او اسئلتك او المشكله اللي بتواجهك او الحاجه اللي انت محتاج ان احنا نتكلم فيها، او حتى ريكومنديشن ان احنا نحسن الدنيا، او اي اقتراح ممكن يساعدنا ويساعدك يعني. تمام. الفورم دي تقدر تحط فيها معلوماتك الشخصيه، ممكن ما تحطهاش، ده اوبشن تقدر ان انت تشوف ايه المناسب بالنسبه لك. لكن لو انت ما عندكش مشكله هتحط معلوماتك الشخصيه، حطيت اي سؤال، اي كومنت، اي مشكله، اي اقتراح، انا سايب السؤال برضو اللي حابب نتواصل معاك، وهدف المعلومات الشخصيه عشان نقدر ان احنا نتواصل معاك، اتكلم معاك، اساعدك بشكل شخصي في الحاجه دي، وان احنا نريسيرش عنها سوا في نفس الوقت، عشان تكون ابديت دايما كل حاجه جديده ممكن تنزل
بخصوص الين تالنتس او اي حاجه لها علاقه بريموت وورك. موضوعنا النهارده في بروجكت تاني شغال عليه له علاقه بالجوب بورد، انه هيبقى في الشركات اللي فعلا بتعمل هايرنج لاي حد في اي مكان، او بتعمل هايرنج لناس في مصر. ومش بس الشركات، هيبقى فيها تفاصيل ونوتس متاخده عنها. اي ريسيرش مثلا لشركه انا عملت معاها انترفيو وعملت عنها ريسيرش، هتلاقي الريسيرش ده اوريدي موجود عشان اوفر عليك وقت ومجهود، تبقى عندك معلومه موثوق منها، معلومه كافيه تقدر تساعدك. تمام؟ ده كان موضوعنا النهارده. اشوفك في حلقه جديده زي ما قلنا. تقدر تسمع الحلقه كامله على سبوتيفاي، تقدر تتفرج عليها على يوتيوب، وهتلاقي كل اللينكات اللي انت محتاجها في الديسكربشن. باي.